هو السؤال هنا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صح ولا غلط؟ احنا عشان نجاوب على السؤال ده، احنا عندنا بس نقطتين نتكلم فيهم. النقطة الأولى حرب غزة. من أول يوم في حرب غزة وهو جه قال كده واضحة صريحة: أنا مش هشارك في الظلم ده ظلم، ومصر مستحيل تشارك في الظلم ده. وراح رفع شعار: لا للتهجير. طب يا معلم هنهجر وهنظبط لك الدنيا، لا للتهجير. طب يا معلم هنهجر وهنسدد ديون مصر، لا للتهجير. طب يا معلم هنهجر وهنتراضى كلنا مع بعضنا، لا للتهجير. طب يا معلم هو انت مش حافظ غير كلمة لا للتهجير؟ لا للتهجير. والمعلم محدش علم عليه، وفضل ماسك في هذا القرار، وكان ده قرار مصري لحد لما عمل الاتفاقية وخلصت والموضوع انتهى. طيب تاني نقطة خلينا نتكلم عن مصر. أول حاجة، أنا في نقطة واحدة بس عايز أتكلم فيها: الدولار في مصر عامل إيه؟ أو إيه حل الاقتصاد من خلال الدولار؟ أنا عايز بس أقول حاجة: اليمن الدولار فيها حاليا ب 240 ريال يمني. طيب حاليا الدولار في السودان بحوالي 600 جنيه سوداني. وعلى فكرة السودان كان الدولار فيها سنة 2010 ب 2 جنيه ونص سوداني، 2 جنيه ونص، حاليا ب 600 جنيه سوداني. طيب عندك مثلا سوريا، الدولار فيها حاليا ب 11600، ب 11600 ليرة سوري، في حين ان هي كانت في 2010 ب 47 ليرة سوري، اللي هي زينا احنا في مصر دلوقتي 47 جنيه. طيب عندك مثلا برضو ليبيا حاليا فيها الدولار بخمسة ونص، وكان في 2010 بجنيه وربع. يعني تقريبا في 2010 كان الدينار الليبي بيعادل الدولار الامريكي. طيب الدول دي كلها لحد دلوقتي ده حال الاقتصاد عندهم. بخلاف النقطة دي بقى، هل حد فيهم بنى طوبة واحدة؟ يعني بقالهم 14 سنة والدول دي، هل حد فيهم بنى طوبة واحدة؟ طيب احنا في مصر هل احنا بنينا؟ احنا بنينا وخلصنا البنى ومحرنا، وحاليا داخلين في مرحلة التشطيب. مصر الحمد لله اكثرهم امانا، اكثرهم استقرارا. والوضع الاقتصادي في مصر مهما كانت الدنيا غالية، الدنيا عالية، الدنيا مهما كانت، المهم ان احنا في امن وامان في مصر، وربنا يديمها علينا.